قناة فن تربية الحمام هي دليلك الشامل في تربية الحمام بكل أنواعه، ومش بس كده، كمان بنقدم لك تربية الأرانب بكل أنواعها، وتربية عصافير الزينة بكل أنواعها، وكمان بنقدم لك تربية الفراخ البيضة والساسو والبط والديوك الرومي. كل ده عملناه داخل القناة بتاعتنا، وكمان وفرنا لحضرتك رابط موقع إلكتروني خاص بالقناة، هتلاقوا موجود عليه جميع المقالات الحصرية بتاعة القناة بتاعتنا. اللهم صل على النبي يا جماعة. طبعا احنا كنا نزلنا فيديو قبل كده قلنا فيه ان احنا بنجهز بيت الولد للأرنبة العشار. الحمد لله الأرنبة ولدت معانا اهي زي ما انتم شايفين اهو. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين يا جماعة اهو الولد دوت ايه زي الفل. طبعا انت بقى هنا بتتعامل مع الأرنبة ازاي؟ انت بتطمن طبعا على الولد بتاعك، تمام، وبتشوف الأرانب رضعانة ودفيانة ولا لأ زي ما انتم شايفين اهو. ماشي، ده رقم واحد. رقم اتنين بقى النتاية. النتاية بقى بنعمل فيها ايه؟ طبعا في مدارس كتير. في ناس بتدي النتاية حقن الطلق بعد الولادة مباشرة، تمام. ليه؟ يقولك ان حقنة الطلق بتنظف الرحم، ولو في اي دم فاسد في الرحم او في اي لا قدر الله اي اجنه ميته ولا حاجه داخل الرحم لسه ما نزلتش، حقنه الطلق بتنزلها وبتساعد على تنزيلها وكده. ده طبعا حاجه كلام كويس. في ناس تانية بتدي مضاد حيوي. مضاد الحيوي بعد الولاده مباشره برضه بيقولوا ان ايه، ان المضاد الحيوي بيخلي لو في مثلا جرح في الرحم ولا حاجه بيلم، والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كلام سليم ما فيهوش اي مشكله. بس انا بقى بدي ايه؟ يعني انا عن نفسي شغال بحقنه كالسيوم. ده كالسيوم على فسفور بيطري، نوع نضيف. بتتكلم انت البيطري تقول له انا عايز دواء كالسيوم وفسفور للارانب النتايات اللي بتولد بعد الولاده مباشره. الكالسيوم طبعا والفوسفور حاجه مهمه للنتايه بعد الولاده. انت بتديها 3 سنتي كالسيوم، ممكن كالسيوم بس وممكن كالسيوم على فوسفور. اللي معايا ده كالسيوم على فوسفور، تمام. بيقويها ويخليها كويسه. وطالما انت شايف النتايه بتاعتك بسم الله ما شاء الله بتاكل اهيت وهي والده وزي الفل والحمد لله، وبتاكل وبتشرب كويس، يبقى الحمد لله ما فيهاش مشاكل. طالما شايفها ان هي ما عليهاش دم كتير وما فيهاش نزيف ولا كلام من ده، يبقى الحمد لله ولادها بقت كويسه وولدتها سهله وكويسه. يبقى احنا برضو بلاش نخش بالمضاد الحيوي على طول، لان برضو يا جماعه المضاد الحيوي بيضعف المناعه، بيضعف مناعه الجهاز المناعي بتاع الارنب. هي مناعتها بتبقى طبيعية والجهاز المناعي بيشتغل طبيعي، ولكن المضاد الحيوي برضه بيكون زي ما له فوائده فهو له عيوبه. طبعا حقنة الطلق ماشي مفيش مشكلة فيها، ممكن نديها حقنة طلق مثلا مرة ومرة. يعني مثلا الشهر ده مثلا احنا اديناها ايه؟ كالسيوم. الكالسيوم والفسفور مهمين جدا لانها بتفقد يعني الاجنة بتاخد من جسمها وبتاخد من صحتها، فاحنا بنعوضها بالكالسيوم والفسفور. فانا بشتغل بالطريقه دي، تمام. ان اي صيدليه بيطريه بنديها كالسيوم وفسفور تاني يوم الولاده او في يوم الولاده. وبنتابع بقى يا جماعه بعد كده ايه الاجنه. طبعا الحقنه بتتاخد تحت الجلد، تحت الجلد الرقبه من فوق كده. بنرفع الجلد ونديها الحقنه بتاعتها 3 سنتي تحت الجلد. بنتابع بقى يا جماعه بعد كده الاجنه على مدار الايام اللي جايه، ونشوف يا ترى بترضع كويس، يا ترى الاجنه كويسه، دافيانين سقعانين. طبعا احنا مظبطين بيت الولد وحاطين تحت هنا، بنحط هنا في الشتاء يا جماعه ورق من تحت كده، وبنفرش الارضيه بالقش، وهي طبعا بتنتف. والحمد لله ربنا يسهل الحال ويبقوا كويسين ويقوموا، تمام. دي كده فكرة اعمل ايه بعد الولادة. طبعا بتزود لها كمية العلف عندها لانها بترضع
يعني لازم تغذيها كويس عشان خاطر ايه اللبن ينزل فيها وترضع الايه الاجنه بصحه كويسه ويبقوا كويسين. بس كده. وبتتابع بقى واحده واحده كده. وزي ما قلت لك في البدايه انت بتعرف ان هي كويسه لما تلاقيها كويسه وصحتها حلوه ونشيطه هيت وبتاكل وبتشرب بشكل طبيعي من غير اي مشاكل. كده تعرف ان هي الحمد لله ولدت ولاده كويسه من غير اي مشكله. بس دي كانت الحلقه بتاعتنا النهارده، يا رب تستفادوا منها. وتابعوني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان خاطر يوصلك كل ما هو جديد ومميز. وما تنسناش تشوفوا الفيديو بتاع الاشتراك في سحب على جوز حمام مودينا ايطالي وتنفذوا الشروط معانا. واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد.